يلا خليني اخيط زر القميص قبل ما اصور الوصفة. مين حاطط كوكيز بعلبة الخياطة؟ باتر كوكيز تبع زمان، تتذكروه؟ وتخيلوا بنكهة البرتقال والبندق، لما دقته عن جد النكهات بتاخدكم على عالم تاني. بنصحكم انتوا تعملوه لاولادكم لانه بتكونوا عارفين ايش المكونات اللي عم بتحطوها فيه، وطريقة عمله سهلة كتير. البندق المحمص، السكر المطحون، والطحين جبتهم من الريحان. الخطوة الأولى بتطحنوا البندق على محضرة الطعام أو الفود شوبر، أو ممكن الريحان يطحنوا لكم يعني. بتضيفوا الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مع رشتين ملح، برش البرتقال والسكر المطحون، وتخفقوهم تقريبا 5 دقائق على سرعة عالية. بتضيفوا بياض البيض وبتخفقوا كمان دقيقتين على سرعة منخفضة. بتضيفوا الطحين والبندق المطحون وبتحركوهم مع بعض، وهيك صار عندنا خليط الكوكيز جاهز. بتحطوه بكيس الحلواني مع التب أو النزل بهذا الشكل. بتحضروا كيس الحلواني، بتقصوه، بتنزلوا التب، وبتحطوا الخليط جواته، وبتشكلوه بهاي الطريقة الحلوة على شكل صدف. هم هدول أصلا اسمهم شيل كوكيز. وعلى الخبيز لياخدوا اللون الحلو، صحتين اكتبوا لي بالتعليقات علبة الكوكيز اللي عندكم فيها أدوات خياطة أو لا.